مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المشجع اف ام. خلاص ماريسكا مدرب السيتي في الموسم القادم. جوارديولا بتنتهي مسيرته بالاتفاق مع إدارة السيتي، ويقرر انه يكون الموسم ده هو الموسم الاخير لبيب جوارديولا. الحقيقة انه حقبة جوارديولا مع السيتي حقبة مميزة. الراجل تقريبا حقق كل شيء، حول السيتي من فريق معاه فلوس، وربما كان في لحظات معينة كل شوية الهوية بتاعته تتغير لفريق بقى ليه دي ان ايه وليه هوية معروفة ومفهومة. فريق بيعتمد على الاستحواذ، بيعتمد على اللعب السريع، اللعب الجميل، غزارة الأهداف، فكرة البيلدينج اب من تحت، الحراس اللي بيلعبوا رجليهم بشكل كويس، المدافعين متعددي الإمكانيات. كل الكلام ده بيب جوارديولا زرعه داخل السيتي، وبالتالي لازم خليفة جوارديولا يكون من نفس المدرسة. والحقيقة ده اللي عملته إدارة السيتي لما اختارت ماريسكا. ماريسكا في الأساس هو مساعد لبيب جوارديولا، وكان معاهم في الموسم التاريخي اللي كسبوا فيه الشامبيونز ليج. مسيرة ماريسكا بعد كده مسيرة مميزة، كل مكان راحوا قدر ان هو يحقق بطولات. راح درب ليستر سيتي، بعد كده صعد بيهم الى الدوري الانجليزي. راح درب تشيلسي، اخذ معاهم كاس العالم للانديه بالاضافه للدوري المؤتمر الاوروبي. ماريسكا واحد من المدربين المتميزين. ممكن حد يجي يقول انه ماريسكا مع تشيلسي لم يحقق النتائج المطلوبة، ولكن هو مين مع تشيلسي اصلا في السنوات الماضية قدر ان هو يحقق النتائج المطلوبة؟ ماريسكا منافس قوي، هيقدر ان هو يصنع فريق قوي، هيقدر ان هو يتنافس بشكل كبير جدا استكمالا بقى السنة الجاية لحقبة ارسنال وارتيتا. السيتي لن يتأثر كثيرا برحيل جوارديولا من وجهة نظري. ماريسكا من نفس المدرسة، سريعا هيقدر انه يدخل في الاجواء، وسريعا هيقدر انه يقود السيتي لإنجازات كبيرة جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، سلام.